رجعنا لحضراتكم مرة تانية وخلينا نسأل سؤال للسيد ثابت. بتشوف ازاي صفقات الاهلي كلها وتقييمك ليها في ظل برضو انضمام هادي رياض؟ طبعا الاهلي كان عنده مشكله دفاعيه واضحه من اول الموسم. في صفقات جت ما نجحتش زي مصطفى العش، زي بيكهام، زي اشرف داري. فالاهلي كان محتاج تدعيم قوي في خط الدفاع. فالاهلي جاب عمرو الجزار وفي الطريق هادي رياض. هم افضل اتنين مساكين في مصر على المستوى المحلي ماشي المتاحين، سواء عمرو الجزار او هادي رياض. خلي بال حضرتك الصفقات اللي النادي الاهلي جابها كلها دوليه. يعني هادي رياض لاعب دولي مع المنتخب، كابتن حلمي طولان. عمرو الجزار كان في منتخب مصر الاول، يوسف بالعمري في منتخب بس ما يعني ما لعبوش مره واحده بس. ايوه بس انضموا للمنتخب. ماشي. حتى مروان عثمان انضم للمنتخب الاول، لعب مباراه. لو استعرضنا الارقام ايه اللي هيضيفوا المدافعين، لما بقعد افكر كده هو ايه الفرق ما بينهم وما بين ياسر ابراهيم يلا بينا وما بين ياسين مرعي. يعني عمرو الجزار وهادي رياض ايه ميزه كل واحد فيهم؟ نبص على ارقامهم الخمسه جنب بعض ونشوف ايه الفرق ما بينهم. اول حاجه طبعا السن، الاثنين اصغر اللي جم سواء عمرو الجزار او هادي رياض. عمرو الجزار 26 سنه، هادي رياض 27، ياسر ابراهيم 32 وهيكمل 33، ياسين مرعي 24، بيكهام 28. حلو. كلهم عمرو الجزار لعب 11 ماتش، هادي رياض 13، ياسر 9، ياسين مرعي 9، بيكهام 5. الهداف فيهم الاكثر تهديفا ياسين مرعي، جاب جونين مع النادي الاهلي هذا الموسم. نيجي نشوف بقى معدل التمريرات الطوليه الصحيحه، اللونج باص بتاع عمرو الجزار وهادي رياض اعلى من مدافعين الاهلي، بيعملوا 5 و2 تمريره طوليه صح في الماتش. ده برضو ممكن يقول ان اسلوب لعب الفرق ليه سبب لعب الفرق اللي جاي منها اسلوب لعب مباشر. ان ده اسلوب لعب مباشر، لكن اسلوب لعب النادي الاهلي التمرير القصير باص سريع. فده ممكن، بس دي حاجه برضو مؤشر ان الناس دي كورتها من تحت حلوه. تحديدا نسبه دقه التمريرات الطوليه اكتر من 50% من تمريرات عمرو الجزار من ورا صح، وده رقم كويس. هادي رياض اقل شويه في حته التمرير الطولي. عمرو الجزار عنده رقم حلو قوي ان هو رابع اكتر لاعب في الدوري عامل تمريرات صحيحه، فده دليل ان عمرو الجزار كورته من تحت حلوه. ياسر ابراهيم اعلى واحد فيهم في دقه التمريرات الطوليه 61%. ياسين مرعي عنده حته التمريرات الطوليه 58 برضه رقم كويس جدا. نيجي لتشتيت الكوره، هنلاقي مثلا ان هادي رياض اعلى واحد فيهم، ده عشان اسلوب لعب بتروجيت دفاع منطقه. فالرقم ده بيقول ان تشتيت الكوره عندهم كبير جدا 10، عكس مثلا الباقي 4 و7 لعمرو الجزار، 3 و9 ياسر ابراهيم، 4 لياسين مرعي، 2 و8 لبيكهام. نيجي للانترسبشن، التدخلات الدفاعيه، اكتر واحد بيعمل فيهم انترسبشن عمرو الجزار. طيب عشان الاحصائيه طويله شويه يا دكتور ثابت، اديني الكونكلوجن، اديني الاستنتاج ان عمرو الجزار وهادي رياض سنهم صغير. هادي رياض عنده ميزه كبيره قوي، احسن مدافع في مصر في الالتحامات الهوائيه، نسبه نجاحه في الالتحامات الهوائيه 67%، مقارب لياسر ابراهيم 74%. الاثنين احسن اثنين في مصر في الكرات العاليه، ياسر ابراهيم وهادي رياض. ماشي. عمرو الجزار متكامل، عنده تحضير الهجمه كويس جدا، عنده روح، معدل استخلاص الكره بتاعه كويس جدا، بيحضر الهجمه من تحت كويس، ما بيرتكبش اخطاء كتير. فعمرو الجزار مناسب قوي للاهلي. طيب عايز تقول انه الصفقتين مبشرتين نشوفهم في الملعب؟ عمرو الجزار متكامل كتحضير هجمه وكالتحامات هوائيه. هادي رياض في الكرات العاليه هيديك الميزه اللي كان بيعملها احمد حجازي زمان. ماشي. كان الكرات العاليه كلها بتاعته. طيب شادي، انت عايز تقول حاجه؟ انت عملت بتفرك، عايز تقول حاجه؟ لا على الصفقات عشان عايز اسالك على حاجه. لا يعني بالنسبه للصفقات هاخد من كلامك. على الورق صفقات كويسه. ماشي. بس هنشوف بقى في الملعب المردود ايه. يعني الاهلي جاب نواقص، وانا شايف ان احنا كان عندنا ازمه في سنتر باك يعني، وباك شمال طبعا كانت مشكله كبيره قوي. واثنين مهاجمين، اظن الاهلي ما كانش عنده مشكله في اي مراكز اللي تحت المهاجم، الاجنحه وتحت المهاجم. محتاج له فرده بس 6. خد بالك طبعا عشان موضوع اليو ديانج ده خلاص كده واضح ان هو مش مكمل يعني. ده بالنسبه للصفقات. طيب يعني رايك ايه؟ واذا دلوقتي بانت نقدر نقول انه هي بانت دلوقتي انه هناك سياسه للتدوير في حراسه المرمى ما بين الشناوي وما بين مصطفى؟ طيب هو انا بقى مش زي الاساتذه اللي بيجيبوا تحاليل وكده. انا جايب صوره واحده بس عايزها تتعرض.
يا عيني حاجه هي صوره واحده، هي صوره ما فيهاش حاجه قوي يعني بصراحه. ليه داخلها دخلت غلب كده؟ هي صوره بس ليه داخلها داخلها منها دخلت رقم غلب؟ واحد. قلت له يا ابراهيم ما يجيش. صاحبك اللي قاعد لا وداخلها دخلت غلب وانا مش جايه، انا عايز سندوتش واحد وهي لا كلت اثنين ومش انا مش هكلفكم حاجه. اتفضل يا عم شادي يلا. هم ما طلعوش الصوره لحد دلوقتي بس طب على عشان الغلب اللي انت عارف لو زمجرت كده ورحت انا عايز طلع الصوره يا ابني. لا في طريقه كده اللي هو انا كنت بعت الصوره فين كده على طول هتطلع يلا. طيب هو انا مش من الناس اللي بتحب نظام المدوره في حراسه المرمى. ما بتحبش. لا ما بحبوش فين الصوره يعني بجد؟ لو فين الصوره بتاعت الراجل بجد؟ ها؟ هي يعني لو تقرا حتى المدربين بقى بتوع الكره العالميه بقى بتوع زمان، ما فيش حد ما شفتش لا مش دي بقى جايب لك ترتيب الدول هو يعني حاجه. خد دي حلوه المهم طبعا لما يجيب الصوره حلوه مشي نفسك بيها حلوه ركب عليها اي كلمتين، ركب عليها اي كلمتين وهتمشي بقى. ترتيب الدوري اللي اصلا انا جايب ترتيب دوري بس قديم على فكره. ثانيه واحده بس ثانيه واحده، انت الورقه اللي انت بعتها لهم ايه؟ انا جايب لهم ترتيب دوري بس مش السنه دي، مش ترتيب السنة دوري دي قديم. عايز اطلع منه رقم. عرفت انا ليه ما بحبش اشكر فريق الاعداد. شواف اول لما تقول عليهم اجمد حد لازم يقوم يطلع مشكله على طول برجليه الشمال في سقف انت اديتهم اسيست يا ابراهيم، سقف حلق بقك يخلص. مفيش ده انا جايب صوره من اسمها ايه يا ابني؟ قول لي ايه؟ ده جدول الدوري سنه 2001 2002 ياه. بس هيجيبوها لك. هو حبوا يجودوا وده مش الاعداد بقى الحقيقه يعني، ده طلع فريد. طيب يلا على الهواء. لما تقرا تشوف دايما مدربين العالميين، انا عمري ما قريت لمدرب عالمي. انت مش مؤمن بالمدوره عموما؟ انا قريت كتير، هم في حاجه اسمها حارس اول وحارس تاني. ماشي، مين الحارس الاول في وجهه نظرك ومين الحارس الثاني؟ في وجهه نظري انا ولا في وجهه نظر المدرب؟ ما هو وجهه نظري انا حاجه والمدرب حاجه. انا وجهه نظري انا مصطفى شوبير هو حارس مرمى الاهلي الاساسي. حلو. وهقول حاجه يعني يمكن انا بشوف انه انا بشتري المستقبل. انا بشتري لعيب عنده 25 سنه. ماشي. ممكن استحمله شويه وهو بيغلط، ما عنديش مشكله. بس الراجل ده جاي طيب وجربناه تحت ضغوط ورميته في النار وادى. ماشي. طيب ليه انا بقى ما بحبش الروتيشن في حراسه المرمى؟ انا في يعني حاجه من الذاكره كده افتكرها وانا صغير لما كنا نتابع الدوري المصري موسم 2001 2002. كان الزمالك بيدربه الالماني اوتو فيستر. كان الزمالك عنده 2 حراس مرمى، واحد من ابناء الزمالك عبد الواحد السيد، وحارس مرمى المنتخب الاولمبي الثاني ماشي محمد عبد المنصف. وجه في وقت من كتر ما الاثنين كويسين قال لك بس خلاص كل واحد ماتشين. فانت هتلعب ماتشين وده هتلعب وانت هتلعب ماتشين. ده اسوأ سنه في تاريخ الزمالك دفاعيا في الدوري. طيب انت استقبل 37 جون. طيب انت بالنسبه لك شايف انه ما يحصلش مدوره وانه الحارس الاساسي هو مصطفى ده وجهه نظري الشناوي ثابت؟ لا مدوره احسن. اصل انا لو انا قعدت الشناوي احتياطي هخسر اوضه اللبس الصراحه، لان هو الكابتن، هو الكابتن بتاع الفرقه. انا عايز احافظ على اوضه اللبس. والشناوي برضو عنده كاس عالم وهو كابتن الفرقه، فلازم احافظ على اوضه اللبس في نفس الوقت. مين فيهم رقم واحد ومين فيهم رقم اثنين؟ كمستوى ولا رقم؟ كترتيب. لا ترتيب الشناوي رقم واحد يليه مصطفى شوبير. هو الواقع النهارده اللي بيقول لا الشناوي طبعا رقم واحد وشوبير رقم اثنين، ده الواقع اللي احنا عايشينه حاليا في النادي. المدوره في حراسه المرمى لا ما فيش حاجه اسمها مدوره يعني من وجهه نظري طبعا، ودايما كلام شادي محترم جدا انك انت اول ما عندك شك في حاجه تبص المدربين العالميين بيعملوا ايه او الفرق العالميه بتعمل ايه. في حارس مرمى رقم واحد، في حارس مرمى رقم اثنين. الموضوع منتهي. طيب لا مفيش مدوره. لا حتى احنا لا افتكر لو فاكر كنا بنتكلم قبل كده على كارتيرون لما كان سايب الدنيا ما بين ابو جبل وجنش وصبحي واللي يخنق واحده يقعد وكده. لا طبعا في حراس مرمى على فكره بيبقى جاي هو عارف ان هو رقم اثنين، هو عارف حتى ده هيغيب هيرجع هيبقى ده رقم واحد برضه. فالمدوره دي المدوره في مركز حراسه المرمى انا بشوفها صعبه جدا جدا. لازم يبقى في حارس رقم واحد عارف ان هو رقم واحد وبيجتهد على ان هو رقم واحد، في حارس ثاني رقم اثنين عارف ان فرصته هتيجي. انا بس ممكن اختلف مع ثابت بس في حته اوضه اللبس. الكابتن كابتن حتى لو ما بيلعبش في اي حته. ماشي. انا كابتن فرقه احافظ على اوضه اللبس حتى لو ما بلعبش، حتى لو بره السكور. دي مسؤولياتي ككابتن، مالهاش علاقه انا بلعب ولا ما بلعبش. ودي شفناها في انديه كتير جدا 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 بره في اوروبا. الكابتن مش في الملعب بس كابتن فريقه محافظ على وحده اوضه اللبس. طيب يعني برضه نفس السؤال. انا وجهه نظري حاجتين. اول حاجه حته لازم يبقى في حارس اول وهو عارف انه اول لسبب. حارس المرمى لو نزل الماتش عارف انه لو لعب وحش هيركن مش هيلعب حلو. فانت بتحط عليه ستريس. طول ما هو عارف ان انا رجلي بره ورجلي جوه انا بتحط عليه ستريس. لكن لو انا عارف ان انا اول يبقى في مساحه غلط منطقيه، اصل اي حد بيغلط فيبقى في ثقه في النفس. تاني حاجه
في حاجه النهارده حصلت في ماتش دجله كنت بقول دي شوبير هيبقى احسن فيها من الشناوي بغض النظر عن التصديات اللي انا برضو شايف ان مؤخرا مصطفى شوبير احسن. اللعب بالرجل، جت لقطه في الماتش وادي دجله لما دخل فيه جون بدا يضغط على الاهلي ضغط عالي شويه، فبدا يبقى راس الحربه بتاعهم بيسيب قلب الدفاع بتاعه ويضغط على مين؟ على الشناوي، بينزل مروان عطيه. في اللقطه دي مروان عطيه واخد خطوه على المان بتاعه، شوبير شفتها في ماتش نيجيريا بيعملها، هيلعب لمروان هيقوم مطلع السنتر باك الثاني ياسر ابراهيم، منظومه دجله كلها اتضغطت اتضربت بره، الشناوي بيطفش على طول، فبيديك ايدج وانت معاك الكوره شوبير انك تعمل حاجه تبهدل الفرق الثانيه في التحضير، دي مش عند الشناوي. فهو كتصديات هنروح لشوبير، كلعب على الارض وافضليه في اثناء حيازه الكوره هو شوبير، فانا شايف ان شوبير المفروض ياخد فرصته. طيب الصوره بتاعتك جاهزه، هاتوها لنا بقى بسرعه. هي زي ما بقول لك يا ابراهيم، يعني انت تشوف الدوري دي صوره قديمه، بص تحس انها قديمه. الاسماعيلي خد الدوري السنه دي، الزمالك كان ثالث، مش مهم معاه الرقم ده. السنه اللي حصل فيها المداوره، السنه حصل فيها مداوره، الاسماعيلي داخل فيه في 26 ماتش 14 جول، الاهلي 26 ماتش 17 جول، الزمالك الثالث 37 جول، يعني دبل. فانت شايف انه الفكره بتاعت حراسه المرمى دي يحصل فيها المداوره دي يعني انا ما بقتنعش بيها خالص. بس انا نازل الماتش لعبت حلو لعبت وحش هقعد الماتش خلاص الجاي. انا هلعب كده كده، لا وهقعد الماتش الجاي بالمناسبه على حسب معلوماتي، ما اعرفش قائمه الزمالك نزلت ولا لا، قولوا لي، بس على حسب معلوماتي الماتش اللي جاي هيلعب صبحي فعواد بره القائمه وهكذا، بيلعب التاني بيبقى بره القائمه. ومع العلم ان شوبير عامل اداء روعه بصراحه، كان افريكانز شاط على الجون كور كتيره وصد حتى مع المنتخب لما لعب. كان افريكانز. انا لو تسمح لي بس ممكن اخر حاجه اقولها في النقطه دي. روح فاصل. بص تمام فاصل ماشي.